اخواتي وحبايبي وحشتوني جدا، وحلقة جديدة من ملعب سطوحي بتاع كورة. النهاردة حصلت أحداث ساخنة جدا في الكرة المصرية. أهمها طبعا من شوية الزمالك أول فوز ليه في سنة 2023، ومن أول 23 لحد دلوقتي أول فوز ليه النهاردة. كسب فيوتشر 2-1 من مباراة مملة جدا، يعني خالية من أي كورة. وفيوتشر كان عامل ماتش جامد جدا على الزمالك، وبداية 2023 للزمالك أول فوز ليهم في سنة 2023. معانا النهاردة القندوسي في الأهلي، بس مش مع الأهلي في كأس العالم. كأس العالم للأندية القندوسي مش هيلعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية إلا إذا الجزائر ما كملتش في كأس الأمم الأفريقية للمحليين. الجزائر وصلت قبل النهائي، لو كسبت هتوصل نهائي، والنهائي يوم 4 فبراير. فالنادي الأهلي طلع بيان النهاردة وقال لك إن القندوسي مش هيتأيد في كأس العالم للأندية. تاني حاجة النهاردة معانا صفقات الزمالك. نادي الزمالك بعد تاني ضربة من النادي الأهلي في صفقات شهر يناير. آه، طبعا اول صفقة بتاعت مروان حمدي الاهلي خدها من الزمالك. آه، تاني صفقة امبارح احمد القندوسي لاعب وفاق ستيف الجزائري انضم للنادي الاهلي بشكل رسمي. دي كانت تاني صفقة الاهلي ياخدها من الزمالك الموسم ده. نادي الزمالك بقى بيحرت ويجي عايز يجيب اي لعيبة آه، قبل ما يتقفل 31 يناير. القيد قبل ما القيد يتقفل في 31 يناير. نادي الزمالك اتكلم مع إدارة نادي أسوان إنهم يجيبوا أحمد بالحاج اللاعب المغربي. آه هيشتروه حاطين 20 مليون على دفعات. تاني حاجة نادي الزمالك عايز يعمل أي حاجة يخلص صفقة عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيبقى صفقة مهمة جدا في نادي الزمالك. لأن الزمالك محتاج فعلا لعيب رقم 10، لعيب يوصل خط النص للهجوم ويوصل الدفاع لخط النص، بيعمل كل حاجة في الكورة. عبد الله السعيد لو الزمالك خلص فيه هيبقى صفقة كويسة جدا. أحمد بالحاج لو الزمالك خلص فيها هيبقى صفقة كويسة جدا. الزمالك بيحاول يخلص الصفقتين النهاردة. وصل عرض لإمام عاشور من نادي دنماركي، ما اتقالش اسمه لحد دلوقتي، والزمالك موافق على العرض. واحتمال كبير جدا يبقى امام عاشور تبقى اخر ماتش ليه مع الزمالك مباراة فيوتشر، هيبقى بقى نهائي لنادي دنماركي. ففي كلام ان دي ممكن تكون اخر مباراة لامام عاشور مع الزمالك. تالت حاجة معانا النهاردة صفقات النادي الاهلي. الاهلي طبعا عمل 4-5 صفقات من شهر يناير لحد النهارده. جاب لعيبه كويسه جدا، جاب مروان عطيه، جاب خالد عبد الفتاح، جاب كريستو من النجم الساحلي، جاب القندوسي. عامل صفقات كويسه جدا، مع طبعا عودة كهربا دي تعتبر صفقة جديدة جدا، وعامل شغل كويس جدا كهربا. النادي الأهلي بيتكلم مع إدارة فيوتشر إنها تسيب عمر كمال عبد الواحد مصر إنه يجي الأهلي ويتأيد في كأس العالم للأندية ويلعب أول ماتش قدام أوكلاند سيتي. إدارة فيوتشر مش عايزة تسيب عمر كمال عبد الواحد، بحيث إن هما بيلعبوا لسه في الكونفدرالية وما عندهمش حد، يعني مش شايفين باسم علي اللي بيلعب في نفس مكان عمر كمال عبد الواحد، يعني بنفس إمكانيات عمر كمال عبد الواحد. بس الاهلي يعني عايز يقفل الصفقات يوم الاثنين. الصفقات هتقفل، باب القيد هيقفل يوم الاثنين. فالاهلي عايز يخلص في عمر كمال عبد الواحد باي شكل كان. اخر حاجه معانا بقى النهارده ان اتحاد الكره المصري النهارده اصدر 7 قرارات. اهمهم طبعا
ان وقفوا التعامل مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللي نسي يفعل زر الجرس ويعمل لايك، يعمل لايك ويشترك في القناة. وقفوا التعامل مع المستشار مرتضى منصور. أهم القرارات برضو إن هم رفضوا الاستقالة بتاعت لجنة الانضباط، رفضوها، ولجنة الانضباط رجعت تاني هي زي ما هم. وكل تجاوزات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سب وقذف وإهانة والكلام دوت، آه، حلول لجنة الانضباط، ولجنة الانضباط هتحقق فيه. دي حاجة برضو من القرارات المهمة. طبعا برضو مع قرار ان هم بيسووا مستحقات كارلوس كيروش مدير المنتخب اللي فات. وبرضو بيسووا قبلوا استقالة كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، وبيسووا برضو مستحقاته ان هم برضو هيدوله المستحقات بتاعته على دفعات. دي اهم الاخبار الكرة المصرية النهاردة. وطبعا بتمنى اللي عجبه الفيديو يدي لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.